يبقى أنا دلوقتي وصلت الشركة بس في مشكلتين قابلوني. Einen Augenblick. Ich verbinde Sie mit einem Netzexperten. Es dauert heute leider ein wenig länger. In voraussichtlich 8 Minuten sind wir für Sie da. هاخدكم في رحلة لحد القاهرة، هتشوف الناس اللي شغالة في شركة فودافون، هل الموضوع يستحق ان انت تتعب عشان توصل لبوزيشن كويس في الشركة ولا لا؟ وهنشوف هم عملوا ايه وايه النصايح اللي ممكن نديها لكم عشان توصلوا لحاجة شبه كده. فيلا بينا. دلوقتي الساعة 7:15 الصبح، طبعا عشان اركب اروح القاهرة فكنت محتاج وسيلة مواصلات، فاخترت سويفل. طبعا لان الستيشن بتاعت سويفل مش قريبة مني فحجزت لأقرب ستيشن ليا، وفي نفس الوقت محتاج حاجة تنقلني للستيشن بتاعت سويفل. طيب احنا دلوقتي وصلنا المكان اللي المفروض هنركب منه سويفل، ودي العربية. فشفتوا في القاهرة. احنا حاليا وصلنا القاهرة، بالتحديد عند القرية الذكية اللي هي بيبقى فيها معظم الشركات، وهي برضو اللي فيها فودافون. هو للأسف إن احنا محتاجين نطلب أوبر يدخلنا جوه، فخلينا نطلب وندخل جوه ونشوف الموضوع عامل ايه. يعني الراجل العسلية ده اللي هو اللي أخدني على الطريق بره جاب لي الشركة. يعني زي ما كان منظر يصور. والله قمر، والله العظيم قمر. طيب انا دلوقتي وصلت الشركه بس في مشكلتين قابلوني. اول مشكله هو ان انا نسيت الاي دي اصلا اللي بدخل بيه جوه الشركه في اسكندريه. تاني مشكله انا مش عارف هعرف اصور بالكاميرا جوه الشركه ولا لا، فخليها مش مشكله. بعد ما دخلنا الشركه يعني اشفقوا عليا وادوني اي دي. كنت ناسي بصراحه الاي دي بتاعي، بس قالوا لي هنشفق عليك ونديك يلا هندخلك. المهم معانا بيشو، استاذ بيشوي. اهلا بيكم. بيشو يعني صاحبي ومعانا في التيم في تي اس ال في كومبلاينس تيم. احكي لنا بقى بيشو بدات منين القصه وازاي دخلت فودافون، ولا اللغه اصلا بداتها ازاي من الاول؟ البدايه كانت ان انا يعني في 2017 بدات دراسه في كليه لالسون جامعه عين شمس قسم اللغه الالمانيه. طبعا يعني كان الموضوع في الاول معقد شويه، لان تجربة إن الواحد بيخرج من ثانوية عامة بقى بيتفاجئ بقى بنظام وسيستم دراسة جديد، فالموضوع بيكون معقد شوية. بس أنا تأقلمت طبعا، بدأت أتأقلم بعد مثلا شهر أو شهرين على الوضع الجديد، اللي هو أنا خلاص ما بقتش في ثانوية عامة لو أنا بحفظ حاجة وبروح أمتحن فيها، لا أنا بحاول أبحث عن معلومة بنفسي، بحاول أشوف دي جت منين دي جت منين، مش معتمد عن ان حد بيشرح لي حاجه وخلاص انا بحفظها وبروح امتحن فيها. حاولت تخلي الموضوع اللي هو ايه، ان انت تجتهد في الحاجه بنفسك عشان الحاجه تظبط معاك اكتر. يعني هو ده اللي بيفرق اصلا نظام التعليم الثانوي او الاكاديميك لحد المراحل اللي قبل الجامعه عن الجامعه. الجامعه مش بس بتكتفي ان انت بتذاكر حاجه وتمتحن فيها، لا انت بتسيرش على معلومه بنفسك وبتحاول تعرف دي جت منين ودي جت منين. حتى يعني في اي جامعه انت بيكون دورك انك انت بتعمل تحضير اصلا قبل المحاضره عشان يبقى في استيعاب في المحاضره. بس ما كانش في نظام اللي هو زي بتاع المدارس مثلا، الناس مثلا بقى لها 12 سنه بتتعلم انجلش مثلا وما بيتكلموش حاجه. الموضوع قايم على كتاب شخصي صح؟ بالظبط. يعني هو اي تعلم لغه في العالم بيكون يعني قايم عن ان الشخص بيبذل مجهود وهو بيحاول يتكلم باللغه وبيحاول يسمع باللغه كتير جدا، مش نظام اكاديميك اللي هو انا بحفظ شويه كلمات زي ما كنا عارفين مثلا واحنا صغيرين. احنا نحفظ كلمات وخلاص انا كده اتعلم لغه. طبعا ده عمره ما بيعلم لغه. طب انا سمعت ان انت دخلت جيش.
ده كانت حاجه اقوى بالنسبه لك؟ نسيت حاجه؟ هي طبعا الجيش يعني بيبقى فترة لازم الواحد يمر بيها. هي طبعا يعني مش هكدب عليك، هي بتأثر طبعا سلبي على المستوى اللغة، بس يعني أحب أقول للناس اللي خريجة ووصلت مثلا لمستوى كويس، لا أنت أكيد مش هتنسى اللغة. يعني أنت هتحس إن أنت حاجة أنت تمكنت منها إلى درجة معينة وأنت يعني سبتها فترة، مش هتنساها طبعا، بس هتحس إن إيه مستواك قل حاجات بسيطة. بس طبعا طبعا هو لازم يشتغل على اللغه حتى لو هو في الجيش مثلا في الاجازه. طبعا يعني لو واحد عنده امكانيه على حسب هو مثلا مكان فين خدمته يعني أو فين، يحاول برضو يشتغل على اللغه، ينزل مثلا اجازات لو في امكانيه ان هو مثلا يجيب كتب يذاكر في فتره الجيش ايا كان، فيحاول برضو يكون في اي كونكشن بينه وبين اللغه، عشان يعني الموضوع ما يتدهورش قوي. بس في الجماعين يعني الموضوع مش ما حدش بينسى اللغه، يعني انت حاجه انت اتعلمتها وسكيل بتبقى في دماغك، فخلاص انت اكيد مش هتنساها. يعني الموضوع هيقل شويه، بس بعد الجيش خلاص انت بتتعود خلاص وتبقى حاجه في دماغك تستخدمها على طول. بالظبط. في ناس عندها مشكله انها لما تدخل انترفيو فاكره نفسها مثلا ممكن تتقبل من اول مره. جربت مثلا دخلت انترفيو مثلا كان الفيدباك مش احسن حاجه، او مثلا قالوا لك لا مش هينفع تشتغل معانا او كده؟ طبعا يعني اكيد يعني انا شايف ان صعب قوي ان حد يعني ينجح في الانترفيو من اول مره لعوامل كتيره جدا. يعني في ناس بيكون مثلا حتى لو الاشباخ عنده كويسه، فهو ممكن بيكون متوتر شويه، مش بيعرف يعمل سيلف كنترول. هو الناس اللي ما تعرفوش اصلا، يعني الناس اللي ما تعرفوش ان انا اترفضت مثلا في حوالي 19 انترفيو قبل كده. 19 انترفيو بس مش عشان الاشباخ، عشان مثلا الكوميونيكاسيون ما كانش احسن حاجه، الطريقه اللي انت بتهندل بيها مش احسن حاجه، او ساعات كانت نفسنا عشان نبقى واقفين ساعات بالظبط يعني. وما ننكرش برضو ان في انترفيوز بتدخل فيها ممكن تتقبل فيها ويبقى الانترفيور بتاعك بيبقى كويس بيديك فيدباك كويس. بالزبط. يعني حصلت معايا الناس اللي خدت منهم فيدباك كويس بدات اطور من حاجه شبه كده، بحيث ان انا مثلا ادخل مثلا انترفيو تاني يبقى الموضوع سهل اتخطى حاجه شبه كده. بالظبط يعني اللي هو الانترفيو الاول مثلا انا بشوف حتى لو انا ما خدتش فيدباك يبين لي هو فعلا انا اترفضت ليه. انا المفروض بكون عارف انا مثلا انا اتوترت مثلا في سؤال كده، انا براجع طب انا عملت ايه غلط في الانترفيو، طب انا السؤال ده انا فهمته، طب انا جاوبت عليه ازاي، فانا هحاول اتعلم انا عملت ايه صح. تمام يبقى ضن انا خلاص ظبطت الحته دي، طب ايه اللي كان مش افضل حاجه افضل اشتغل عليه. بس هو يعني اهم حاجه انا من وجهه نظري في الانترفيو ان الواحد ما يتوترش طبعا، لان في الاول في الاخر اللي بيكلمك ده شخص، وانت لو اترفضت خلاص كاين جلت وانت جانج، انت مش نهايه العالم، فعادي انت ممكن تحاول من تاني وهتنجح. وبما انك اشتغلت في كذا ابتايلنج في فودافون، شغلك ككول سنتر او ككون بتخيا صعب؟ هو الشغل مش صعب، بس عايز سكيلز معينه ان انت يكون عندك صبر شويه، لان الموضوع في الاول ممكن يبان صعب شويه. ان انت ممكن مثلا يعني لو حد مثلا دخل هيواجهه صعوبه شويه، مثلا لو هو اول مثلا مكالمه يسمعها في حياته، فهيواجه صعوبه ان هو يفهم كل حاجه. بس مع الوقت طبعا بيتعود، وطريقه الكوميونيكيشن مع الكاستمر بيبقى ليها طريقه معينه، فالواحد برضه عشان يوصل لاتقان الحاجه دي فلازم يشتغل على نفسه. طبعا الشركه بتقدم لك حاجات بتساعدك في التريننج، بيبقى في حاجه اسمها سوفت سكيلز لو حد ما اشتغلش قبل كده بيطوروا من المهارات بالظبط. الكوميونيكيشن بقى الدنيا رايحه فين جايه منين، فده طبعا بيساعد الشخص ان هو يعرف المجال والدنيا اللي هو دخل عليها ايه بالظبط. بس يعني الموضوع مش معقد. اللي هو انا شايف لو واحد بيعرف لغه وبيعرف يتعامل مع كمبيوتر او لابتوب خلاص الموضوع مش هيبقى معقد بالنسبه له. يا جماعه الموضوع ايزي بيزي ليمون سكويزي. اهلا يا رنيم. اهلا اسلام، عامل ايه؟ زي الفل. معانا رنيم طارق اكس امازون. هاي مرحب بيهم. اكس امازون ومتابعتها في فودافون دلوقتي، وان شاء الله تبقى انستراكتور مستقبلا في لينجوا كلاود. يعني
اتمنى لك التوفيق. بما انك كده اشتغلتي في اقسام كتيره في فودافون وبقالك كتير بقى معاهم، عارفه بقى ايه اسرارهم الحته ديت، هل في مثلا قسم صعب عن قسم، او ايه الاقسام اللي ممكن الواحد اصلا يشتغل فيها في فودافون يعني؟ هل لازم واحد يتكلم بس طول اليوم، ولا في حاجات مثلا مش خايف ان هو يكتب ميلز، ولا في يعني اشرح الموضوع بقى اكتر من خبرتك. هو بالنسبه للشغل في فودافون في اقسام مش خفتش، وفي اقسام بتحتاج بس ان هو ياخد كورس ويتكلم بس مش اكتر. فدي بتبقى على حسب، هو الاول بيعمل انترفيو طبعا، وبعدين هم بيرشحوه للقسم اللي هم محتاجين مثلا في ناس او كده. وهو مثلا لو عايز مثلا حاجه شخصلش اللي بيقدم، فهو بيسالهم لو متاح ان هو يقدم مثلا في حاجه شخصلش فتمام، لو مش متاح هو بيشوف حسب ظروفه هو تمام. لو موافق ان هو يدخل مثلا هوت لاين ياخد كورس فعادي. في ناس بتقول مثلا ايه ان الكول سنتر ده مش مهنه، يعني هو واحد مثلا ايه ده عشان انت مش لاقي شغل فبتشتغل كول سنتر. انت رايك ايه بقى في الموضوع ده؟ انا والله بالنسبه لي الموضوع ده هو مش صح. هو الكول سنتر هي مهنه عادي ما فيهاش اي مشكله، بس هي الفكره ان هو يعني هي بتساعد في كذا حاجه، ان الواحد بيطور نفسه في اللغه، بيطور نفسه في الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته، فهو بيستفيد بشكل كبير. بيسمع كل يوم ألمان دايركت. انا دايما بقول للناس ايه مثلا اللي هو عندهم مثلا فرصه ان هم يدخلوا مثلا في حاجه في الاوت لاين في الاول وهم ما عندهمش خبره في الشغل خالص، يعني يدوسوا في حاجه شبه كده عشان هم بيتواصلوا مع المان. دي البيئه اللي هتخليك تتواصل مع المان دايركت وبتتعلم منها. مثلا لما انا كنت في امازون كنت مثلا بفتح نوت باد في عندي على الكمبيوتر مثلا اي مصطلح غريب، ما طبيعي انا مش موت اشبه فممكن اسمع حاجه مثلا لغه شارع او اي حاجه فعايز اعرف معناها، فانا سمعتها كويس اوكي كتبتها بعد كده بسيرش عليها. طيب بعد ما عملت سيرش عليها لازم بقى تستخدمها، فتبدا مثلا في الكل اللي بعدها تاني يوم تبدا تستخدم بقى المصطلح ده، فتلاقي اللغه لوحدها بتتحسن لوحدها. بالظبط دي حقيقه. بس في جانب تاني مثلا ان الناس مثلا برضو بتقول ان هو مش كارير وحاجه كده. في ناس مثلا بتكبر في موضوع الشركه ان هي مثلا تبقى كواليتي كوتش او تيم مانجر او تمسك مثلا اوبريشن مانجر، دي حاجه كبيره برضو. فاعتقد ان دي حاجه ممكن اصلا يعني في خطوات وفي حاجات ان هو ممكن يفضل في الشركه ويبقى كارير بالنسبه له. بالظبط، هو اللي بيقول ان هو مش كارير ده غلط، لان هو لو حد كويس وبيشتغل على نفسه ودايما بيطور من نفسه فهو عنده اوبشنز كتير ان هو يترقى، سواء بقى فلور ووكر مثلا فهو بيسبورت الناس اللي بتيجي جديده، او كواليتي كوتش او تيم مانجر زي ما انت قلت بالظبط. في حاجات بتبقى مضحكه بتطلع كده على الهوت لاين. انا مش عارف، انا في مواقف مضحكه حصلت معايا، بس انا عايز اعرف مثلا مواقف مضحكه مثلا حصلت معاك اللي هو قلت ايه ده انا بعمل ايه هنا اصلا. ففي مواقف مثلا بتيجي اللي هو يا رب انا مش عارف اعمل ايه. في حاجه كده جات لك مره واحده اللي هو ايه بصيت للامن يجي مثلا وقلتي لا انا مش فاهم هو عايز ايه. حصلت معاك ايه؟ حصلت معايا كتير جدا. يعني مثلا موقف المفروض ان احنا في فودافون انا بسبورت الكاستمر لو عنده مشكله في الانترنت او كده، بشوف له المشكله فين وبساعده ان هو يحلها. فلقيت في مره الكوندا كان باعت لي صوره الايربودز بتاعته، وكان كاتب لي ان الايربودز فيها مشكله. الايربودز يس علاقته بالنت ملهاش اي علاقه. فانا بالنسبه لي استغربت، شارح المشكله ديتاليات، طب انا اعمل ايه؟ يقول لي بايظه ومش شغاله وفيها مش لو حضرتك اتكلم ابل انا مالي. بالظبط، وانا عايز ريفاند ليها، اعمل ايه طيب؟ عايز الريفاند بتاع الايربودز اللي هو شاريها من ابل. بالظبط، هو ما اعتقدش فودافون بيبيع اصلا ايربودز، ملهاش علاقه اصلا بينا. فطب انا اعمل ايه؟ ولا اي حاجه. حصل معايا برضه حاجه مشابهه لما كنت في امازون. كان واحد كلمني بيقول لي البرينتر مش شغاله، شاري برينتر من اتش بي وبيقول لي مش شغال. فبقول له طب ما ممكن تتكلم الكاستمر سيرفيس بتاعت اتش بي يعني. قال لي انا عايزها من امازون. فبقول له ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ حضرتك قلت امازون. هو بقى مقتنع ان انا لا طالما امازون موجوده، امازون عليها كل حاجه فهي ممكن تسبورت كل حاجه. فقعدت معاه نص ساعه عشان افهمه ان امازون شركه وان اتش بي شركه ثانيه. بس عادي يعني، هو طبيعي بيحصل مواقف مضحكه، ممكن موقف بتطلعك في مود حلو، موقف تاني ممكن تحرق الدم بصراحه عشان نكون واضحين. بس يعني ما فيش شغل سهل عشان نبقى واضحين. يعني انت مثلا بتاخد سالري معين او حاجه معينه فخلاص
تستحمل بقى الشغل. بالظبط. في حاجات حلوه وحاجات وحشه، وعشان اكون صريح برضه الحاجات الوحشه ما بتبقاش كتير، يعني بتطلع حاجات حلوه الناس بتبقى متفهمه ان انت في ستريس طول اليوم، بترد على عملاء الكلام ده، فالناس بتبقى متفهمه. الا قليل قوي بقى بيبقى هو اصلا برضه اتخنق من ان هو اتصل كتير فبيطلع عصبيته في الميتا بايت اللي بيتكلم. كل واحد بياخد يعني الشغل هي باكج على بعض، فما ينفعش ان الواحد هيقول ان هاخد الحلو واسيب الوحش. صح صح. يبقى ادينا عرفنا ان في اقسام كتيره، وادينا عرفنا ان ممكن ما تبقاش كل حاجه حلوه مش كل حاجه وحشه، والناس اللي ممكن تتقبل في حاجات كتيره. يعني برضه مش متوقفه على مستوى معين، مش لازم زي ما بيقولوا سي 1 سي اينس مش عارفه ايه، لا عادي ممكن ناس تشتغل ببيت فاي عادي، وممكن لو مخلصين بي اينس كويس جدا ممكن يشتغلوا حاجه باك اوفيس. اي نعم السلام ممكن يبقى اقل شويه بس يعني بس anyway زي ما قلت انت بتدخل مثلا بتتعامل مع كون، فده في حد ذاته بيطور اللغه بتاعته. بالظبط. وهو لو بيشتغل كمان على نفسه فهو ممكن يوصل لقسم احسن. بالظبط، او يوصل مثلا يبقى فلو ووكر، او مثلا يبقى تيم مانجر او كواليتي كوتش، او ممكن يدخل في حاجه بس كده، او ممكن ياخد مثلا يجيله فرصه بره مصر. في ناس برضو من اللي بتسافر شركات برضو في اليونان زي تيلي بيرفورمانس، وفي شركه ثانيه اسمها كونسنتريكس برضو فتحت في اليونان، فرع في اليونان. فالناس دي بيجي لهم برضو فرصه لو هم مثلا بيبقى عندهم خبره في مجال معين، فلما بيقدموا على الانترفيو في شركه ثانيه بره ويبقوا عارفين ان هم عندهم خبره فبيقبلوهم، لان الناس دي مش هتبقى متعبه بالنسبه لهم في كتريننج او حاجه من النوع ده. شكرا يا رنيم. الدنيا بقت بالليل طبعا، فاتمنى ان انتم تكونوا اتعلمتوا حاجه او استفدتوا من خبرات الناس، واللي عنده اسئله يكتب في الكومنتات، وما تنساش تسبسكرايب على قناه اليوتيوب وتفولو على صفحه الفيسبوك، واشوفكم في فلوج جاي. باي باي.